بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في مطبخ لولا كيتشن. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله راهو فيديو خفيف ظريف حلو وبنين. جبت لكم صلاة دي فخوي ولا أروع، طريقة رائعة جدا. تقدروا تقدموا هذه الوصفة في سهراتكم الرمضانية. على بالي راح تعجبكم وتعجب الضياف تاعكم. نتمنى انكم تتبعوا الوصفة للأخير. وقبل ما نبداو لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنسونيش بالدعم نتاعكم، ديروا لي لايك واعجاب وبارطاجيو لا فيديو باش توصل لأكبر عدد ممكن من أحبابكم وصحابكم لكي تعم الفائدة ولكي نستمر نحن في نشر المزيد والمزيد إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. بسم الله. هنايا حكمت مجموعة من الفروي. عندي هنا الفراز والبنان والتشينا. تقدروا هنا ديروا أي نوع تاع الفروي عندكم متوفر. نقطعوهم هنا مكعبات صغيرة كما هكا. نكمل هنا الكمية كامل. على بالي هذه الوصفة إذا جربتوها راح تعجبكم وتعجب أفراد العائلة تاعكم. تقدم باردة. نتمنى أنكم تجربوها وتبعوني للأخير باش نشوفوا الطريقة. هنا نكمل الفواكه تاعي كل نقطعها مكعبات صغيرة، نخلطها كل مع بعضها بدون أي إضافات. ما نضيفوش هنا السكر لأنها ديجا راهي حلوة. وكما تعلموا الفلان كذلك راهو حلو. نحكم لي فيرين تاعي نفرغ فيهم كطبقة أولى لفروي هادوما، نحطوهم في السطح هما الأول. هنا بعد ما عمرت لي فيرين تاعي بلي فروي نروح ندير الطبقة الثانية اللي هي عبارة عن 2 كؤوس من عصير البرتقال كنت عصرتهم، ونحكم الفلان هذا تاع نوارة بذوق الفاني. نفرغ نص بركة ولا تقدروا تفرغوا ملعقة ونصف كما هكا. ونزيدوا كذلك ملعقة صغيرة تاع قهوة من النشاء. نخلطوهم مليح ونحطوهم فوق النار حتى وين تبدا تغلي كما هكا. نحيوها ونروحوا مباشرة نصبوها فوق هادوك لي فروي بهذا الشكل، ونخليوها اكيد حتى تبرد ويجمد معانا هذا العصير تاع البرتقال. نروحوا درك الطبقة الثالثة اللي هي عبارة عن الفلان. ندير نصف إترة من الحليب ونضيف هذاك النصف اللي بقالي من الفلان، ونضيف ملعقة كبيرة من النشاء. وهنا يا أخواتي راني ضفت ملعقة كبيرة كذلك من السكر حبيبات، راهو تحدف لي المقطع. نخلطوهم الكل ونحطوهم فوق النار حتى نتعقد مع التحريك المستمر. وهنا بعد ما عقد الخليط نتاعي نروح نفرغه في ليفيرين. بعد ما كانت الطبقة الأولى تاع البرتقال جمدت بردت تماما، وما تعمروهوش حتى للفوق لأنه راح نزيد نضيفه كذلك طبقة أخرى من الفروي للنصف فقط. بهذه الطريقة نعمرهم الكل ونخليهم حتى يبردوا مليح، ومن بعد نشوف الخطوة الأخرى. هنا بعد ما بردوا نضيف هادوك لي فروي اللي بقاو اللي قطعناهم قبيله وحطينا الطبقة الأولى منهم في ليفيرين تاعنا. اللي قعد منهم زيد نضيفوه من هنا من الفوق حتى نكملهم كامل. ومن بعد هداك العصير تاع البرتقال اللي درناه مع بعضنا اذا لقيتوه جمد حركوه شويه بالملعقه بركه دوك يتحل، ونضيفوه كطبقه اخيره. وهنا نكونوا كملنا سلطة دي فروي تاعنا. تجي ما شاء الله شكلا ومذاقا رائعة جدا. تقدم باردة. نتمنى أن وصفة اليوم تكون نالت رضاكم وإعجابكم. وما تنسونيش أخواتي بالدعم نتاعكم باش حنايا نتشجعوا ونتحفزوا ونقدموا المزيد والمزيد إن شاء الله.
شوفوا الشكل تاعها رائعة جدا. نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي في التعليقات كيف ما جاتكم. الشكل النهائي تاعها رائعة جدا. شوفوا الطبقات كيف ما منفصلة على بعضها، ولا أروع. إن شاء الله فيديو اليوم يكون خفيف ظريف عليكم. ما تنسونيش أحبابي بالبارتاج كما عودتوني. شوفوا الشكل تاعها ما شاء الله. نتمنى أن وصفة اليوم نالت رضاكم وإعجابكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.